مينه داخل المنتخب المغربي ورسميا سيغيبان عن مباراة المغرب. واخبار ساره بخصوص اصابه نايف اكراد قبل المواجهه المنتظره. نخليكم دابا مع التفاصيل، ولكن قبل ذلك كنتمنى اي واحد فيكم يكتب لنا في تعليق لحدود الان شكون هو افضل لاعب في صفوف المنتخب الوطني المغربي، وما تنساوش تضغطوا على جيم وبارطاج فيديو مع اصحابكم ومتابعه الصفحه، وشكرا لكم بزاف. والبدايه بالخبر اللي كيتعلق بغياب جوج ديال اللاعبين، يعني تعرضوا للاصابه في صفوف المنتخب البرتغالي، ورسميا غادي يغيبوا على المباراه ديال المغرب، وغادي يغيبوا على ما تبقى من مباراه المونديال في حاله ما يعني تاهلوا للدور القادم، وان شاء الله ما غاديش يتاهلوا. فالامر كيتعلق باللاعبين دانيلو بيريرا وايضا نونو مينديز، هاد اللاعبين اللي كيلعبوا في نادي باريس سان جيرمان واللي يعني مدافعين، فيعني تعرضوا الاصابات كل واحد فيهم فاش تصاب. فدانيلو بيريرا تعرض للاصابه على مستوى الضلع، ومينديز تعرض للاصابه على مستوى الفخذ. كما قلت لكم يعني كما قال فابريزو رومانو في هذه الصوره ديالهم، حيت صافي رسميا ما غادي يلعبوا في هذا المونديال هذا. فخبر اللي سيء لمنتخب البرتغال وكيخدم مصالح المنتخب المغربي، يعني ان يعني احد نجمين من نجوم منتخب البرتغال يعني غادي يغيبوا على المواجهه المنتظره، وباستثناء هاد اللاعبين بجوج فبقيه اللاعبين ديال المنتخب البرتغالي ما كانوا حتى شي اصابات. حاول ما امكن انه يكمل المباراه، ولكن في نهايه المطاف لقى راسو يعني عاجز على انه يكمل الماتش وخرج، ويعني كانت كتبان انها اصابه اللي قويه. فالمساعد ديال مدرب نادي ويست هام اللي مقلقه، يعني هادشي كيأكد ان اللاعب بنسبه كبيره ان شاء الله غادي يكون جاهز للمباراه ضد المنتخب البرتغالي. وكنا كنعرفوا يعني القيمه المضافه والقيمه الكبيره والمكان اللي عند نايف اكراد في خط دفاع المنتخب المغربي، خصوصا في هذا المونديال اللي مقدم فيه نايف اكراد مستوى دفاعي كبير. وشفنا غير البارح في المباراه ديال اسبانيا شحال من محاوله خطيره اللي تصدى لها ببراعه، ويعني نقد المنتخب المغربي من هجمه اللي كانت ممكن انها تكون هدف. فمساعد مدرب منتخب ويست هام قال في التصريحات الصحفيه: لقد تحدثنا يوم امس مع نايف اكراد، لقد تعرض لاصابه على مستوى الفخذ لكنه سعيد للغايه بالتاهل. وقال ايضا في ذات التصريحات: اصابه نايف اكراد ليست بالخطيره وليست بالسيئه كما يظهر، انها اصابه طفيفه، وامل ان يتم تقييم وضعيته ويخضع لفحص في الصباح. فعموما يعني ان شاء الله وغادي يكون ان شاء الله واجد للمباراه ضد منتخب البرتغال. بالنسبه للتحدي والتصريحات التحفيزيه ديال حكيم زياش اللي ادلى بها في تصريحات ادلى بها البي بي سي، فقال فيها ان المنتخب المغربي يعني واخ انه يعني كل شيء تقول انه قدم مستوى كبير في البطوله، وانه يعني ابان على انه يعني قادر انه يمشي بعيد في البطوله. فزياش قال لهم: احنا راه مازال ما قدمناش كاع داكشي اللي كنعرفوا نديروا، باللي يعني مازال في جعبتنا الكثير نقدمه. فهي رساله تحفيزيه وتحدي المنتخب. فامامكم راه قادرين نقدموا مستوى اكثر من هادشي اللي قدمناه لحدود اللحظه. ففي التصريحات قال: قليل ممن توقعوا بلوغنا لربع نهائي كأس العالم قطر 2022. لقد عملنا بجد من أجل هذا، ويجب أن يصدق الجميع ذلك. الكرة المستديرة اليوم فزنا بركلات الترجيح، ويمكن القيام بذلك أيضا بشكل مختلف. أتيحت لنا فرصة جيدة قبل وقت قصير من نهاية المباراة، كيقصد فيها الفرصة اللي أتيحت لوليد شديرال اللي كان ممكن أنه يحطها في الشبكة في الدقيقة الثالثة من بعد الوقت في الوقت البدل الضائع. قال أيضا: لم ننتهي ولم نظهر كل شيء بعد، ونبدأ دائما بمميزاتنا الخاصة. يعني قال لك احنا ما بيناش كاع الامكانيات اللي عندنا، وديما كنبداو بداكشي اللي كيميزنا. فرسالة ضمنية فيها تحدي للمنتخب البرتغال. هادشي اللي كاين